السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كي دايرين البنات؟ لاباس عليكم؟ مزيانين؟ غادي نشارك معكم المخمر. ما عرفتش نتوما كتقولوا، كاين اللي كيقولوا البطبوط، كاين حنا كنديروا مخمر داير ملوي زوين. عندي هنا نص كيلو د الفينو، عندي هنايا المهم المجموع كامل نص كيلو د الفينو، كيلو ونص ديال الفورس. عندي خميره معجونه، عندي الملحه قدسي خميره معجونه الملحه غادي نديرو هنايا، غادي نخلي هنايا الخميره ديالي. عندي كاس ديال سنيده عامر كاس العنبه عامر سنيده. غتقولوا لي بزاف السكر لا شي حاجه، اختي بغيتو ما ديروه ما بغيتوش ما ديروش. انا ضروري ما نديرو باش المخمر ديالي يجي محمر ومنور وزوين، يكون عنده وجه البيع. ماشي غادي نديرو بلا سكر غنحطو في المقله ما غيتحمرش، ما عندوش كي غادي يدير يتحمر. اصلا الا ما درتش فيه السكر كيتعطل في المقله وكيجيني المخمر يابس. ضروري ما ندير السكر. انا اللي بغات تحيدو كل واحد حر في راسو، واللي بغى يدير شي حاجه كيديرها. انا شاركت معكم الوصفه ديالي، غادي نشارك معكم المخمر الطريقه ديالي اللي كنديرها وصافي. هادشي اللي كاين. اللي بغات تجربه ودير تحذف السكر تحذفو، المهم الملحه داكشي على حسب الذوق. الخميره ضروري باش كتخمر. الزيت كنديرو على حسب باش كتجيني المخمر ديالي فتي، ما يجينيش بحال اللي تاكل البلاستيك. ايوا صافي هادشي اللي كاين. دابا بقى لي الماء. دابا غادي ندير واحد 2 خميرات حمر باش دغيا يحمر المخمر يطلع ملي يجي زوين. المهم ايوا اللي كيما قلت لكم، اللي بغات دير السكر ديرو، اللي مريض الله يشافيه ما يديروش. المهم انا هذا المخمر كنديرو باش كنبيعو، حيت شاركت معكم المسمن وبزاف ديال التعاليق كيجيو الا السكر سكر سكر. حتى اللي بغات تحذفو انا ما داكشي اللي كنديرو راني شاركته معكم. كندير دائما هذا الفينو كندير له الماء شويه خفيف باش يشرب، ما يشربليش من العجينه ديالي. غادي نخلي واحد شويه يشرب هنايا، وعاد غادي نرجع نخلط الطحين كامل، العجين كلشي الكميه كامل. ما بغيتش ندير معاكم الماء لان نتوما غادي تجيكم كميه كثيره. ها هي هنايا عندي 2 كيلو ديال الطحين، نص كيلو ديال الفينو وكيلو ونص ديال الطحين فورس. اللي بغات دير غير كيلو دير غير كيلو، قسم المقادير ودير صافي. هذا غادي نخليه يشرب واحد شويه وعاد غنرجع نكمل العجينه. هذه هي الطريقه ديالي انا في العجينه. ضروري ما كنشرب الفينو، كنبغي يشرب الماء، يشرب واحد شويه ونرجع نعجن العجينه عاديه. دابا صافي راه تقريبا بحال اللي خمرته. شوف بحال اللي خمر. ها المهم شرب خدا الماء الكافي. ايوا نزيد نضيف الدقيق ديالي الاخر وندخل شويه بشويه ونشوف شحال نزيد ديال الماء. ايوا عجينتكم العجينه كتكون في يدكم كتعرفوا شنو خاصها، واش تزيدوها ولا. المهم انا ما نزيدش دابا الماء حتى نشوف باش ما نضطرش تبقى لي العجينه جاريه خفيفه ونزيد الدقيق باش يبقى لي نفس العبار اللي انا دايره. هو راه خصو يبقى شويه خفيف. مخمر هنايا في تازه كنديروا هذا المخمر ديالنا كنديروه داير. كاين في الغرب في مدن اخرى كيديروه الاخر ما كيديروه لا مدور لا والو، بحال الشكل ديال المطلوع ديالنا. حنايا كنديروا المطلوع بحال الشكل ديال المخمر ديال الغرب، مخمر بوحدو مطلوع بوحدو. المطلوع بحال الشكل ديال البطبوط، نتوما كتقولوا له البطبوط حنا كنقولوا المطلوع. هنا في تازه كنقولوا المطلوع واحد ولا البطبوط ما عرفتش. كاين ماشي هنا في تازه ما كيقولوش البطبوط.
البطبوط كنديروه غير صغيور كنعمروه صغيور غير صغيور بحال لي العجينه هاد المطلوع كنخرجوا حنا منها البطبوط. المهم هنايا عجنت العجينه وخليتها ديتها لهاد الاخر لان داك القصعه كبيره. غادي نخليه يخمر ومن بعد نعاود نخليها تخمر مزيان، نعاود عاوتاني ندلكها شويه وعاد نقطعها. غنغطيها. دابا العجينه خمرات، غادي ندهن يدي بواحد شويه الزيت ونفش الخميره هكايا، عاوتاني نخليها ترتاح ونقطعها. كنخرج داك الهواء اللي في العجينه. ايوا صافي. وهنايا البنات صافي خمرات العجينه من بعد ما عاودتها ارتاحت خمرات مزيان. دابا غادي ندوز ندهن سطح العمل بالزيت وغادي نقطع العجينه ديالي. غادي نقطع كويورات ما بين وبين. المهم البنات انا راني وزنت لكم وحده راها في الوحده 200 غرام 200 غرام في الوحده هكا خضره. فاش قطعته وصاوبته هكايا راني دايره 200 غرام في الوحده. اللي كتسولني على العبارات ولا انا ما كنعبرش، انا راه كان صافي كنقطع الاولى كنمشي على قدها. نتوما اللي كتسولوا يعني كاين اللي كتسول على العبار وهذا انا كنبيعوا البنات راه يعني انا راه كنبيعوا. المهم انا زعما اللي بغات ديروا هكا تخدموا ولا يجيها بحالها ولا يجيها بحال هذا ولا. المهم راه فيه 200 غرام في الحبه، 200 غرام في الحبه. هنايا دوبت الزيت نفس الخلطه اللي كندير في المسمن كنديرها حتى في المخمر. دوبت الزبده زدت عليها الزيت، الزبده مارغرين دايره، زدت عليها الزيت، زدت عليها شويه الفينو وشويه ديال الفورص وجوج خمارات حمر ديال 8 غرام 8 غرام يعني مجموع 16 غرام. صافي قطعت العجينه ديالي. داك الكميه ديال العجينه ديالي قطعتها عطاتني تبارك الله. المهم 2 كيلو ديال الطحين عطاوني 30 حبه. ثلاثين حبه عطاتني ديال المهم داك الكميه اللي عجنت معكم راه عطاتني 30 حبه ديال المخمر. صافي هنايا هاد الخلطه اللي كندير معكم ديال الزبده والزيت والفينو المهم الدقيق كنحيد بزاف ديال المرحلات. مثلا غادي ندير الدقيق بوحدو، وغادي ندير الزبده بوحدها، وغادي نبقى نرش عاوتاني ندهن يدي بالزبده والزيت وداك الشيء وعاد نزيد ندير الفينو. كتولي عندك بزاف د الخدمات، جوج د الخدمات. يعني حنا جمعنا داك الخدمات اللي كنديرو كاملين في خدمه واحده. هذاك الدقيق والزبده والزيت وهذا في خدمه واحده يعني كتهزي مره واحده. المهم كاينين هنايا دابا جوج مرحلات. كاين الزبده والزيت والفينو داكشي بوحدهم، وكاين الزيت. ضروري كديروا يعني خصكم الزيت ما فيهش الزبده باش كتطلقوا باش ما يلصق لكمش الملوي ديالكم. المهم هذا مخمر على شكل ملوي. كنلويو حنايا كنلويو المخمر ديالنا بحال الشكل ديال الملوي. كاين اللي كيدير المخمر يعني هكاك ما كيلويه ما والو، كيقطعوه هكايا وكيقرصوه كيحطوه في المقيله يطيب. حنايا هنا في تازا هذا هو المخمر اللي كنديرو. يعني كاين حتى في مدن اخرى غير هو. يعني نتوما كتقولوا يعني كاين اللي ماشي انا كنهضر على جميع الاخوات يعني ماشي غادي كاين اللي كيسميه بطبوط، كاين اللي كيسميه مخمر، كاين اللي كيسميه. المهم حنايا كنديروا المهم عطيت شاركت معكم الطريقه الصحيحه ديالنا اللي كنديروا بها المخمر هي هذه. ايوا خلاص صافي كندهنو مزيان، كندهنو هكا نطويو المسمنه ديالنا وكنلويو عادي. كندير هاد المرحله هادي فاش كنساليهم كاملين كيكونوا ارتاحوا. كنجيب شويه د الفينو كنكور داك الحبات ديالي في الفينو هكايا ضروري، وكنحطهم عاوتاني قدامي كاملين ندوزهم في الفينو.
وعاد غادي نرجع عاوتاني منين نسالي الكميه اللي عندي، غادي نرجع لهادوك الاولين، غادي نلقاهم ارتاحوا وغادي نقرصهم. كاين اللي ما كيقرصوش، يعني كيديروا غير هكا الاخر، ولكن انا كنصحكم قرصوه بحالو بحال الشكل ديال الخبز، كتقرصوه وتخليوه يخمر واحد شويه. البنات هاد المخمر خصكم تحضيوه في الخميره، الا داز في الخميره بزاف غادي يجيكم يعني من الداخل مزوينش. مهم ما بينه وبين يكون خامر خامر، وما يدوز ما تدوز لكمش خميره فيه، يكون ما بينه وبين في الوسط، عينكم ميزانكم يعني غادي تحضيوه. صافي هنايا راني ساليت المخمر ديالي كله دوزته في الفينو، وغادي ندوز معاكم دابا غادي نقرص، يعني غادي نقرصو في شويه د الفينو، يعني غير باش باش كيجي المنظر ديال المخمر ديالكم زوين مسمد حرش، يعني كيجي زويون باين. كاين اللي كيقرصوه في الفينو، كاين اللي ما كيقرصوش. المهم انا عطيتكم الطريقه ديالي وشاركت معكم داكشي اللي كندير البنات، الطريقه اللي ناجحه 100%. انا في الاول راه كان نعطيكم المقادير مضبوطه، يعني داكشي اللي كنديرو كتشوفوه صوت وصوره في الفيديو. ملي كنركب الصوت راه كنسى شي حويجات. صافي كنقرص المخمر ديالي، كنعطيه يعني كنقرصو مزيان. الا خليتوه غليظ غيجيكم غليظ، لان دابا ما غاديش نزيد نقرصو انا في المقله. هذه هي التقراص اللي غادي ندير له. كنقرصو مزيان وكنديرو في واحد طاوه، ولا مهم غادي نقرصو. وشوف هاني غادي نشارك معكم داك الطاوه. شتي هنايا البنات راه 4 ديال الطبقات، كل طبقه يمكن فيها 8، كل طبقه فيها 8. وباش كنفرق ما كندير لا منادل لا والو، لان المخمر فيه الزيت، فيه الزبده والزيت غادي يطلق لي في المنادل. كندير ما بين وبين غير الميكات. وهاد المرحله ديال الميكات راه كتعاونكم حتى في الخميره، دغيا كيخمر المخمر ديالكم. حيت دابا راه الحال برد، يعني الا درتوه مهم انا ماشي على يخمر ولا ما يخمرش، المهم انا كنتفادى المنادل يتختخوا باليدام ويوليو حالتم باليدام. هذا هو يعني هذيك الطريقه ديال الميكا كتجيني عمليه. ما بين المخمر والمخمر كنفرق بالميكا، ما كنديرش المنادل. ايوا صافي هنا المخمر ديالي راه وريتو لكم مخمر. شعلت المقيله ديالي وغنتوكل على الله. صافي غادي ندير، راه تبارك الله هاد القليه كتهز لي 8 د الحبات. كنحط المخمر ديالي بلا زيت بلا حتى شي حاجه حتى كيشد راسو مزيان، وكنشوف كنعلي هكا ونشوف واش تحمر. ملي كنلقاه تحمر من التحت، حيت هي جوج مرحلات، كي كنحطو في المقله كنخليه حتى يتحمر من التحت، وعاد كنرشو بشويه د الزيت وكنقلب المخمر ديالي. عاوتاني من مورا داكشي غادي نقلب المخمره ديالي نلقاها واجده، صافي غادي نحطها. كان يعني المخمر هو خامر على خاطرو، ما غاديش تكونوا عاودتو يعني بالتكراس، يعني الخميره ديالو راه مزيانه. كتحطوه كيجي تبارك الله خفيف وزوين ونتمنى تجربوه حتى هو، تجربوه وتعرفوني علاش كنهضر. يستاهل التجربه البنات. ديروا غير شويه، مثلا انتو انا درت 2 كيلو، نتوما ديروا غير كيلو ولا كاع غير نص كيلو. بحال مثلا ديروا 4 كيسان ديال الفورس و2 كيسان ديال الفينو، هكا وانتوما ماشيين. ايوا شويه د الخميره شويه د الزيت شويه، المهم شويه كل واحد يدير قياسه. ايوا هنا تبارك الله شفتوني كيفاش قلبت المخمر ديالي، تبارك الله كيفاش جا منور، واحد التحمار فيه زوين صراحه. هذاك التحمر اللي عاودت لكم عليه البنات، الا ما كانش سنيده ولا العسل راه ما غاديش يعطيكم هذا التحمار. وكاع الا تحمر وخليتوه تحمر بلا سكر بلا حتى شي حاجه، راه غادي يكونوا اكيدين غادي يكون المخمر ديالكم يابس، يعني غيكرم، ما غادي تجيو تحطوه حتى تلقاوه يبس. ايوا هادشي اللي كاين وداكشي اللي كنديرو هو اللي كنشاركو معكم، ما كندرق عليكم حتى شي حاجه البنات. ونتمنى يا سيدي يا ربي تعاونوني وتشجعوني وتواصلوا معايا في التعاليق البنات. ما تديوش عليا، انا حلقي شي شويه ضربني البرد راكم عارفين،
كنكون سخونه في الكوزينه كنخرج لهنايا شوفوا تبارك الله كيفاش جا المخمر البنات. شوفوا تبارك الله ما شاء الله كيجي واعر وهو كيجي زوين الصراحه وصحي. واخا تاكلو يكون عندك زعما هكا مشكل في الهضم ولا تاكلي هذا المخمر ما يضركش، ماشي بحال المسمن بحال الملوي. غادي نفتح معكم وحده باش تشوفوها كي دايره من الداخل. تبارك الله كيجي واعر. شوف نتمنى يكون باين. شوفوا كيفاش داير. هذا راه مخمر، ها مخمر ديالنا حنايا كنديروه هكا ملوي على شكل الملوي، ولكن ما شاء الله كيجي واعر وبنين. وشوفوا هذا التحمار هذا راه الا ما درتوش السكر ما يتحصلوش على هذا اللون هذا. واخا تقي وإلا خليتوه يتحمر بزاف راه غادي يجيكم يابس، ما تجيكمش المخمره رطبه. شتي تبارك الله. شوف كيف ما بغيت. عاد هذه راه برد شويه، غير ديروا هكا في الميكرو اوند ولا في المقله ولا تبارك الله كيجي بحال الشهد بحال الشهد مع عسيله ولا زويته ولا شي حاجه بلديه. المهم صراحه شي حاجه اللي كتجي واعره. انا بعدا كيعجبني. حنا في رمضان كناخذوه غير هو في السحور. نتمنى تكون زعما يكون واصل باين هذا الشيء.